هنا في قلب حضرموت بين وديانها وسهولها الجافة يرقد سر قديم، مخية، موطن يقال إن عادا سكنوه، حيث بنيت الحجارة ورويت الأساطير. في هذا المكان تتناثر بقايا حضارة غابرة، تخبرنا الأحجار العملاقة عن قوم ذو بأس شديد عاشوا في هذه الأرض وشيدوا معالمها. وادي عمد بشموخه وصموده يحتضن مخية كجوهرة مخفية، تروي قصص الأجداد وتبقي على تراثهم حيا. هنا تتداخل الحقيقة مع الأسطورة، ويصبح الماضي جزءا لا يتجزأ من الحاضر، في انتظار من يكشف أسراره ويعيد سرد حكايته. أنا إبراهيم باتيس، أحد أبناء هذه المنطقة، عشت وتربيت فيها، اسمها مخية، وكانت تسمى سابقا فضاعة. وكان يقال عنها أن قوم عاد سكنوا فيها، ويوجد فيها جبل اسمه عادية نسبة لقوم عاد. يوجد فيها 360 جابية. روايات تروى أن في اليوم يشربون جابية، وهي تدل على عدد السكان الكثير فيها. كانوا ملوك قوم عاد، وإلى الآن لم يجي أحد المنقبين أو أصحاب الجيولوجيين والباحثين على هذه البلاد يبحثون. إلى الآن البلاد بكر، ما حد بحث عنها كاملا، إنما روايات وأساطير تروى عنها. فمن الذي حمل هذه الحجارة في الجبال الوعرة دليل على قوة أمة عاشت هنا. إن هذه الحجارة العملاقة لا يستطيع إنسان اليوم حملها بسهولة، فمن الذي بناها؟ هل كان قوم عاد الذين وصفهم الله بأنهم أصحاب البأس الشديد؟ قد تكون هذه الجدران آخر ما تبقى من حضارتهم، لكنها ليست مجرد حجارة، إنها ذاكرة محفورة في الأرض. وهذه المدقة أو المطحنة التي تطحن عليها العبوب. لكن آثارهم بقيت تنبض بالحياة، تشهد على مجد لم يمت. لا تزال الغيران محفورة، الجواب قائمة، والماء يجري كما لو أن الأرض تهمس. هنا سكن العظماء، تجاهلهم التاريخ ونسيتهم الكتب، لكن مخية لم تنسى. كل صخرة فيها تروي عن عاد، عن جبروتهم وعن سقوطهم. واليوم تبدو مخية ساكنة، لكن لمن يصغي هناك صدى قوم مروا من هنا وتركوا خلفهم ما يعجز النسيان عن محوه.